النهارده هنعمل مع بعض الباتيه التحفة دوت. ما خدش مني اي تكاليف بالنسبة طبعا لتمنه اللي بره. القطعة دلوقتي وصلت 5 و6 جنيه، علشان ان شاء الله عملنا 35 قطعة بكيلو واحد بس من الدقيق. طبعا انضف واوفر وطعمه حلو جدا. هقولك على كل حاجة بالتفصيل عشان يطلع معاكي هش كده زي ما انتي شايفاه، ويطلع معاكي حلو ويبقى ناجح معاكي من اول مرة. اول حاجة كده انا جبت كوباية من المية الدافية، وعليها كمان كوباية من اللبن الحليب، وعليهم كوباية من الزيت. أظن مفيش أسهل من كده. مش هتحتاري بقى في النسب ولا أي حاجة، هو كيلو دقيق عليه كوباية من الحليب وكوباية من المية وكوباية من الزيت. وحطيت كده قطعة من الخميرة البيرة، لو عندك خميرة فورية مفيش مشكلة، كده حطي كيس وشوية من السكر عشان خاطر الخميرة تتفاعل. قلبت بقى كل دوت كده كويس جدا مع بعضه كده، وبعد كده سبته علشان يخمر واتأكد ان هو الخميرة بتاعتي شغالة كويسة. ولازم الخطوة دي تعمليها حتى لو انتي متأكدة ان الخميرة شغالة كويس. كون ان العجينة تتخمر على مرتين ده بيفرق قوي قوي في قوامها بعد كده، وفي ان هي تكون هشة كده وحلوة معانا. دلوقتي بقى بعد ما خمرت كده ولقيت الفقاقيع ديت على الوش، هبتدي ان انا انزل عليها ببيضتين. بس انا نزلت عليها ببيضة واحدة، ونزلت عليها بالبديل النباتي للبيض اللي هو عبارة عن معلقة من بذور الكتان، عليهم نص كوباية مية. وعمل معايا بقى البديل بتاع البيضة التانية، ده البديل النباتي للبيض. وبعد كده كده قلبته بقى مع بعض كده كويس جدا لحد كمان البيضة ما امتزجت معاهم، او البيض ما امتزج معاهم. وحطيت معاها معلقة من البيكنج باودر. وبعد كده نزلت عليهم بالدقيق طبعا معاه رشة من الملح. ودوت طبعا كيلو دقيق زي ما قلنا قبل كده. انا بقى هبتدي ان انا اعمل كل دوت كده اخدمه مع بعضه، وادخل المكونات في بعض بالمعلقه. وبعد كده هبتدي ان انا اعجن فيهم كويس جدا علشان خاطر اطلع المطه اللي في الدقيق، عشان تبقى العجينه معايا هشه. بس يا ريت تستخدموا وعاء اكبر من دوت عشان ما يبهدلش معاكم الدنيا كده زي ما عمل معايا. ابتديت بقى ان انا ادخل المكونات دي كده كلها في بعض واخدم العجينه كويس جدا. واهم خطوه عندي تخدمي العجينه، يعني تفضلي تعجني فيها زي ما انا بعمل كده من 7 ل10 دقايق لحد العجينه ما تسيب ايدك، وتسيب كمان الطبق نضيف كده كأن ما كانش فيه اي حاجه معجونه فيه قبل كده. ما ينفعش ان انت تسيبي العجينه. بصي شايفه طالعه ايدي نضيفه ازاي؟ تيجي تضغطي عليها كده مش بتطلع معاكي عجينه في ايدك ولا اي حاجه، تعرفي كده ان العجينه بتاعتك ناجحه. قبل كده بقى ما ينفعش ان انت تسيبي العجينه، لو عندك عجان كمان ممكن تعملي في العجان. دلوقتي بقى سبتها كده تخمر معايا في مكان دافي. بصي بقى طالعه معايا ما شاء الله، اختمرت واتضاعف حجمها، وطالعه معايا حلوه جدا كده زي ما انت شايفاها. يعني عجينه ناجحه 100% بجد، جربيها هتدعيلي. حلوه قوي وكمان موفره جدا جدا. القطعه دلوقتي بقينا بنشتريها تقريبا ب5 و6 جنيه كمان من عند الفرن. طب وليه؟ ده انت بكيلو دقيق واحد وما خدش في ايدينا اي حاجة هتعملي 35 قطعة، وتحشيهم بالحشوة اللي انت عايزاه، وتعيني بقى منهم في الفريزر، او ممكن لو راح رحلة، او ممكن لو للمدارس. حلوة قوي قوي. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اقطعه كده قطع، واجيب بقى معايا حشوات مختلفة. يعني انا مثلا ممكن احشيه جبنة وزيتون، ممكن احشيه اي حشوة. انت ممكن حتى تعملي مثلا بسطرمة، او ممكن سجق بالخلطة، او اي حشوة انت بتحبيها. دلوقتي بقى هبتدي افرد العجينة كده زي ما انت شايفة. انا فردها بشكل عشوائي جدا. يا دوبك بس كده حطيت عليها قطعة الجبنة وقطعة الزيتون، وهبتدي ان انا الفها رول. اظن مفيش اسهل من كده. بس حاولي ما تكبريش قطعة العجين، لان العجينة شايفة هي صغيرة في ايدي ازاي. بس زي ما انت شايفة اول ما هتطلع من الفرن هتنفش جدا، وهتبقى يعني حاجة كده حلوة قوي. فما تكبريش العجينة علشان خاطر ما يبقاش العجين كتير معاكي ويبقى الحشو مش باين فيها. ديت بقى عملتها كده بايه، بلانشون مبشور وكمان عليه جبنة رومي، وحطيت برضو زيتون، ولفتها كده زي ما انتوا شايفين زي الاولانية. هتبتدي بقى ان انتي تلفيه بقى كده واحدة بواحدة، وتسيبيه يتخمر تاني لحد ما يتضاعف حجمه. ما تستعجليش عليه ابدا. التالتة دي بقى عملتها كده بالبسطرمة، وحطيت عليها كمان موتزاريلا، ولفتها وحطيتها برضو معاهم. لازم تكون العجينة كده
يعني كلها تقريبا نفس المقاس عشان خاطر كلهم يستووا مرة واحدة ويستووا مع بعض. بس حتى لو معرفتيش تعمليها بالمسطرة أوي يعني مفيش مشكلة، بس يبقى حجمهم قريب من بعض. دي بقى كده عملتها بالجبنة الرومي. أنا حبيت أعمل قدامك كذا حشوة وأعمل قدامك العجينة كمان بالتفصيل عشان خاطر أديكي أفكار إن انتي يعني ما توقفيش نفسك على حاجة، إن انتي ممكن تعملي أي حاجة وتعملي أي حشوة وتطلع معاكي برضو حلوة وممتازة وكل حاجة. وممكن كمان أي نوع جبنة انتي بتفضليه أو أي حشوة انتي بتفضليها. بعد بقى ما سبتهم كده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله حجمهم تضاعف جدا، ابتديت ان انا ادهن الوش بتاعهم بنقطة من اللبن عليها نقطة من الفانيليا على صفار البيضة. دوت كان صفار بيضة وعليه نقطة من اللبن ونقطة من الفانيليا. ممكن قهوة سريعة الذوبان زي نسكافيه مثلا او كده، وتبتدي ان انتي تدهني الوش بتاع العجينة بيه عشان خاطر يطلع محمر وحلو. دلوقتي بقى انا رشيت كده على وشها سمسم زي ما انتي شايفة كده. السمسم بقى بيديلها طعم كده وبيديلها كمان قيمة غذائية عالية، آه، وبيبقى كده مختلف. ودلوقتي حطيت عليها كمان حبة البركة زي ما انتي شايفة كده، يعني عملت جزء بكده وجزء بكده. وديت بقى حطيت عليها كده شوية موتزاريلا، ممكن كمان تعملي عليها شيدر أو جبنة رومي مبشورة زي ما تحبي. يعني الحشوات والتزيين دوت حاجة ترجع ليكي انتي. دي بقى بذرة الشيا اللي أنا كنت واخدة منها بديل البيضة النباتي، حطيتها كده برضو على وش العجين بحيث ان هو برضو يرفع معايا القيمة الغذائية وتكون حاجة مختلفة. سخنت طبعا الفرن وحطيتها في الفرن، ما خدتش معايا ربع ساعة، وزي ما انت شايفة كده طالعة هشة وحلوة قوي. لو حسيت ان وشها محمرش شغلي لها الفرن من فوق مفيش مشكلة خالص. زي ما انت شايفة بصي العجينة من جوه طرية وهشة، وهي كمان كده لسه سخنة. لما بردت كمان كانت يعني طعمها حلو جدا جدا سواء سخنة او باردة. كده انا خلصت. يا ريت تجربيها حلوة قوي، وما تنسيش تشتركي في القناة وتحطي اللايك الحلو بتاعك. وشكرا على حسن متابعتك، ولو عندك اي اسئلة اكتبيلي في التعليقات تحت وانا هرد عليكي على طول.